السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. النهارده حبايب قلبي الفراخ بتاعتي هي اللي صورتها معاكم، عمر 34 يوم 33 يوم مش عارفة، يعني هم حوالي برضه 34 يوم. فأنا والله نضفتها اهو، وحبيت اشارككم معايا برضه، وحبيت اوريكم الاوزان بتاعتها، وحبيت اوريكم يعني حجمها، يعني ما شاء الله. بس قبل ما نبتدي في الفيديو يا جماعة، بالله عليكم اللي ما اشتركش في القناة يشترك، وتعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو ان شاء الله، عشان كده يعني نساعد بعض وندعم بعض وكل جديد ان شاء الله يوصل لكم. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. هو انا ما ذبحتش برضو الفراخ كلهم، انا ذبحت 11 فرخة من ال 14. طبعا كان عندي 20 زي ما انتم عارفين، ذبحت 6 الاول ورجعت ذبحت 11 اهو، ورادين 3 فوق. انا يا جماعه طبعا ريشتهم ونضفتهم وحشت منهم الريش اهو يا جماعه، يعني ما شاء الله الاوزان حلوه برضو، مش وحشه. يعني الفرخه دي بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، يعني يمكن تعدي عن ال3 كيلو. بسم الله ما شاء الله، حلوه قوي ما شاء الله، كبيره وحجمها كبير. وفيه برضو يا جماعه الصغير، فيه برضو اهي، فيه اللي احجامه صغير مش كله، يعني فيه اهي، يعني ممكن تجي كيلو ونص برضو، وفيه برضو يعني مش كل الاحجام. فانا هعمل معاكم يا جماعه فرخه واحده انضفها معاكم ان شاء الله، واوريكم طريقتي في التنظيفها وتشوفوا زي يعني نشوف مع بعضنا هنعمل ايه، وربنا يسهل بقى. انا طبعا متعوده بغسل يا حبايب قلبي الفراخ بتاعتي طبعا بالحاجات دي، دقيق على دقيق ذره عادي اهو، دقيق على ملح، حاطه دقيق على ملح. وطبعا الليمون، طبعا لازم الليمون مع الفراخ عشان الزفاره. والخل حبايب قلبي اهو، ما بغسلش الا بالحاجات دي بس. ان شاء الله يا جماعه انا حشت بس الريش من الفراخ. هبتدي حبايب قلبي قدامكم بس اقطع فرخه كده، عشان خاطر ما يعني برضه تبقى شفتوا معايا الفيديو من يعتبر من النص مش من الاول كمان اهي. شايفين حبايب قلبي؟ والله ما شاء الله. انا ابتدي الاول، انا خلاص بقى ريشتها وسمنتها طبعا على البوتاجاز، لازم اسمن الفرخه على البوتاجاز. بخلي يعني اي ريشه طايره فيها تروح من النار بس. وباجي اغسلها تحت الحنفيه اهو. وباجي يا جماعه ابتدي بقى، طبعا كلنا بنعرف يا جماعه الحاجات دي، كلنا في بيوتنا وكلنا عارفينها، وكلنا بنرايش وكلنا بنذبح وكلنا عارفين كل حاجه. بس احنا بنتسلى مع بعض وبنساعد بعضنا يعني، وبنشجع بعض. انا والله ما كنت هعمل الفيديو، لان انا عاملاها بالليل متاخر دلوقتي، انا غسلاهم بالليل متاخر وريشتهم بالليل متاخر، عشان طبعا صبحة رايحه الشغل الصبح، فما ينفعش اليوم برضو بيضيع مني، واجي اجهز اكل وكده للاولاد، فاليوم بيضيع مني. فقلت والله هشجع معاكم، انتوا اللي هتشجعوني اصور معاكم. طبعا ما رضيتش اصور التريشه والعك وكده، بشويش بقى كده على الحوصله. شايفين يا جماعه الحوصله بسم الله ما شاء الله، لسه واكلين، حطيت لهم الاكل، وطلع في دماغي ان انا لازم اروح لازم اذبحهم النهارده، وانا حاطه لهم الاكل اهو. كنت طالعه احط لهم الاكل قبل ما انام، فطلع في دماغي ان انا اذبحهم، بدي اذبحهم. انا بحاول احوش الحوصله كده بمنتهى السهوله، عشان ايه ما تنزلش على الاكل وتبهدل الدنيا. طيب بفتح اول حاجه الحوصله، وبقى طبعا انا طبعا بقسم الفراخ دي نصين اهي، وبجي هنا كده حاولي برضو تنزلي الميه جوه الفرخه كده، تخلي الميه تنزل جواها عشان تتحش معاكي بسهوله قوي، الكبده والقونصه وكل حاجه ما تتفتتش منك اهو. انا طبعا مش هنضفها، انا هعمل بقيه الكميه يا جماعه، مش هنضفها كلها قدامكم، مش هغسلها دلوقتي، بس باجي جايه كده بالوصف واجي اقسمها نصين. انا بحب الفرخه اقسمها نصين اهو زي ما انتم شايفين كده. مش هنضفها بقى دلوقتي، دي هركنها على جنب كده لحد ما اكمل. هعمل معاكم واحده كمان وهكمل ان شاء الله الكميه دي كلها برضو نفس الطريقه يا جماعه. بغسلها تحت الحنفيه اهو، بغسلها مش بغسلها باي حاجه، لان الاخر بقى هغسلها بميه سخنه
واغسلها بالدقيق واغسلها بالخل واغسلها بكل حاجه. انا بحوش بس الريشه الطايره منها اهو، برضه نفس الطريقه بسهوله. يعني الفراخ البضنه منهاش حاجه، بتبقى زي العجين في ايدك. طريقه بسم الله ما شاء الله يا جماعه. وكفايه ان احنا عارفين ان الحاجه دي مضمونه وعاملينها في بيتنا وربينها في بيوتنا، فاحنا ما نخافش بقى من اي حاجه. ما فيهاش هرمونات ولا فيها اي كيماويات ولا فيها اي حاجه. اهي ما شاء الله الحواصل بتاعتهم هتفرق. اهي الله اكبر. وطبعا انا خلاص، انا كنت الاول بودي المريشه، طلعت حكايه المريشه دي بقى من دماغي، وبحب اعمل حاجتي في البيت. الحاجه اولا بتتنظر يا جماعه، وثانيا برضه يعني ما انتش ضامنه برضه هو بيغسلها بايه بينضفها بايه. حاولي تخلي بس الميه كده جواها شويه وهي تطلع لك الكبده والقونص سليمه، ما فيهاش اي حاجه. وحظي برضه من المراره عشان ما تعملش منك في الاكل، ما تصيحش منك على البتاع على الفرخه وتخليها مره اهو. في ثواني ما بياخدوش حاجه والله، وريشتهم ما خدوا اي حاجه، ما كملوش معايا نص ساعه ما شاء الله. واننا متاخرين في الليل او دلوقتي انا حوالي الساعه، يمكن حوالي الساعه 2 دلوقتي بالليل. فانا جت والله في دماغي قلت له انضفهم واخلص منهم. هكمل حبايب قلبي بقى ان شاء الله باذن الله بقيه الكميه دي معاكم، وهكمل بقيه الكميه حبايب قلبي واجي لكم بقى وانا مخلصاهم كده ومنضفاهم واوريهم لكم ان شاء الله. وادي احنا مع بعض سهرانين مع بعض. يلا شجعوني بقى كده. وما شاء الله يا جماعه هو الله اكبر، خلصت اهو الكميه دي ما شاء الله 11 فرخه. انا يا جماعه بحب زي ما قلت لكم غسلتهم بالليمون والخل والبتاع ده والطحين على الملح، جميل جدا جدا يا جماعه والله بيخلي فيه اي ريحه. وطبعا قطعتهم نصات اهو زي ما انتم شايفين، وبقطع اللي ورا ده خالص بقطعها خالص اهو، بخلي الفرخه نصين اهو عشان ما ضامنه. ممكن اعمل فرختين ونص في مره، ممكن اعمل فرخه ونص في مره، ممكن اعمل فرخه في مره، ما ضامنه يعني تبع وجود اللي موجودين في البيت. فانا بحب اقطع الفراخ نصاص كده اهو زي ما انتم شايفين، وبراحتي بقى اشكل فيها براحتي زي ما انا عاوزه. لو حبيت اعمل مثلا منها بانيه بقطع الصدور احطها في التلاجة واقطع اخرطها كده الصدور وتبقى زي الفل معايا ما شاء الله. والباقي بقى الثلاثه اللي الباقي اما يتنشروا كده شويه ان شاء الله يا جماعه هذبحهم بسم الله ما شاء الله يا جماعه. والله العظيم ايوه الفراخ بتهلك صحتنا وبتهلك الفلوس، بس مفيده وجميله جدا جدا وبتنفعنا في البيت. وطبعا الكبد والقوانص اهي حطيتها برضه، حطها في مصفى كده بصفيها. والرجول يا جماعه والجناحه وكده هي ونصيبها بقى، يا كلناها وحطيتها في فليزر يا لقحتهم يا مش عارفه والله. يعني ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. حتى يا جماعه والله بنستفيد من كل حاجه، حتى الحاجات المصارين، حتى المصارين والحاجات دي برضو والله ما هرميها. دي طبعا احطها على علفه للطيور للبط بتاعي اللي انتوا عارفينه. هخلطها على العلفه كده اقطعها صغير واخلطها على العلفه. الله اكبر بتخلي البط بسم الله ما شاء الله الحواصل قد كده وجميل جدا. فانا على طول برضو بجيب من المريشه كتير برضو من المصارين دي واحطها للبط برضو مع العلفه، يعني مش كتير في الاسبوع مره او اتنين وخلاص. بس بسم الله ما شاء الله الله اكبر اهو، كميه حلوه وكميه محترمه اهو. وحبيت يا جماعه اشارككم معايا في كل حاجه، وحبيت اوريكم يعني انتوا عارفين ان انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه، والناس اللي متابعاني والناس اللي بتربي معايا حبيبه قلبي اهو. فيه منهم اللي 2.5 وفيه منهم اللي 1.5 وفيه الاتنين على عمر 34 يوم وحلوين يعني بسم الله ما شاء الله. وباذن الله يا جماعه هبدا الدوره الثانيه ان شاء الله الاسبوع الجاي ده باذن الله. هجيب 30 فرخه او 40 فرخه، مش لرمضان بقى ولا حاجه، انا عندي بط كتير والفراخ دي برضو كده وهتلحق رمضان. فيعني ربنا يسهل كده ويبلغنا رمضان ويجعلها ايام مفترجه علينا يا جماعه. والايام الجايه حلوه والجو جميل يعني، والفراخ مش هتتعب مننا ولا حاجه. وزي ما قلت لكم ممكن اجيب 100 150 اعملهم مشروع وكده، وزي ما ربنا يسهل. بس حبايب قلبي وهو الفيديو ده بتاعي اللي كنت حابه اوريه لكم. وانا وعدتكم طبعا اما اما اذبح الفراخ وانضفها هوريكم طبعا معايا وانتم معايا خطوه بخطوه. وانا ما بقدرش اعمل حاجه طبعا من غيركم وانتم عارفين. وحبايب قلبي ما شاء الله هم يعني والله منضفاهم كويس قوي، شايفينهم هو الله اكبر، مفهومش اي حاجه خالص ولحمهم جميل.
وانا يا جماعه بحب اقطع البتاع اللي ورا دي كلها بحالها كده اهي. ونظفت البيت يا جماعه زي ما انتم شايفينها اهي، بسم الله ما شاء الله اهي. نظفت البيت حلو قوي وما فيهاش اي حاجه، وبسم الله ما شاء الله يعني كويسه جدا. وننضفها على ايدينا وغسلها بميه سخنه وانا طبعا مش هكتفي بالغسيل ده. احنا طبعا حوالي الساعه 3 بالليل دلوقتي. ما خدوش معايا هم كلهم ساعه في التريشه وفي نظافه وفي كل حاجه. حوالي الساعه 3 بالليل هحطهم في طبق كبير احمر كده بلاستيك وهنقعهم بخل. واقوم طبعا الساعه على صلاه الفجر كده اصلي الفجر وهبتدي بقى اكيسهم واحطهم في الفريزر. واحط المصارين دي والحاجات دي للبط. والكبد والقوانص برضه هفرزها. وطبعا الأجنحة والحاجات دي تبع الظروف يعني، ولادي ما بياكلوش فيها قوي. يا رميتها يا يعني زي ما ربنا يسهل ان شاء الله اشوف هعمل فيها ايه. بس حبايب قلبي وما تنسوناش بقى ان شاء الله في اللايك والشير يا جماعة، وخليكم كده يعني اعملوا لايكات بالله عليكم كتير للفيديو عشان يوصل برضو لأكبر عدد من الناس. والحمد لله الدارة نجحت وزي الفل اهو، ما ماتش منهم من 20 ولا فرخة بإذن الله. والفراخ زي الفل اهي وحلوة الله أكبر. وحبايب قلبي ان شاء الله معاكم خطوة بخطوة، وبإذن الله هوريكم الفراخ التانية اللي هجيبها، وهعرفكم انا جبت كام وهعرفكم جبتها امتى وهربيها برضو ازاي. ونبدأ رباية ان شاء الله برضو زي الدارة دي، هنبدأ رباية للدارة الجاية بإذن الله. واضحنا مع بعضينا يا حبايب قلبي، وكل سنة وانتم طيبين. واللهم بلغنا رمضان يا جماعة، وأشوف وشكم على خير وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.